سامعين صوت طشة الممبار في الزيت. النهارده هنعرف مع بعض سر خلطة الممبار والتسوية الصح ليه، وازاي ما يفرقعش منك، وكمان اسهل طريقة لتحميره ويطلع كله باللون الجميل اللي انت شايفاه قدامك ده. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي هنا الممبار اللي كنا منضفينه مع بعض وكنت مفرزاه، طلعته كده فك، قلبته عشان انا كنت قلباه وسايباه مفرزاه مقلوب، عدلته تاني وحطيته كده في بوله، وحطيت عليه ميه وعصير ليمون وخل وملح، وهسيبه يتنقع فيهم لحد ما اجهز الخلطه بتاعتي. عندي هنا بصل احمر وبصل ابيض، وعندي فلفل رومي اخضر حلو وفلفل بارد، وعندي فلفل احمر ده بضربه في الكبه مع الطماطم عشان انا ما بحطش صلصه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عندي كمان معلقه كبيره ثوم مفروم مفرزاه. حطيت الطماطم كده في الكبه ومعاها الفلفل الحامي والبارد، وهضربهم كده مع بعض الاول. طبعا الفلفل الاحمر ده بيخلي الصلصه بتاعتي لونها احمر خالص وجميل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الممبار من اكلات العيد الاضحى المبارك الجميل اللي كلنا بنحبها. عندي البهارات بتاعتي، عندي معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره، 7 بهارات، ومعلقه كبيره بابريكا، ملح مبهر، وعندي سر الخلطه الجميل وهي ربع معلقه قرفه مطحونه. كده ضربت البصل بتاعي كده ونعمته، وعندي حله فيها زيت حطيت عليها دهنه، او لو انت عندك ليها تبقى جميله جدا، وهنزل بالبصل بتاعي فيها. البصل ده انا مش هخليه ياخد لون، يعني مش هيبقى اصفر او احمر، هو يا دوب بس هيتشمع كده ويبقى يدبل ويبقى لونه شفاف كده، اللون الابيض الشفاف بتاعه، عشان يبقى مسكر كده في الخلطه ويبقى طعمه جميل. كده البصل وصل اللون اللي انا عايزاه، اللون الابيض الشفاف اللي بقول لكم عليه، مش بصفره ولا بيحمر ولا بياخد اي لون. وهنزل عليه كده بعصير الطماطم بتاعه. هقلب الصلصه بتاعتي كلها كده تقليبه، وهسيبها بقى علشان تتسبك. دي البهارات الصحيحة بتاعتي، زاد عليها كمان مع نص معلقة سكر علشان الحموضة بتاعت الطماطم. ربع معلقة القرفة ده بيدي طعم وريحة جميل جدا للخلطة بتاعت الممبار بتاعتي. هقلبهم مع بعض تقليبة كده كويسة، واغطيها بقى واسيبها كده تتسبك، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. انا عندي الممبار بتاعي كده حطيته في طبق كبير وهبدا اقطعه، وعشان صوابع الممبار بتاعتي بتطلع كلها قد بعضها، انا بعمل كده بالسكينه الاول جزء وبقطعه، وبعد كده بقيس عليه وبقطع باقي الممبار بتاعي، يطلع كل الصوابع بتاعتي كلها مقاسها واحد، بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. خلاص الصلصه بتاعتي هنا اتسبكت تمام ما شاء الله، وبتعرفيها كده انك بتلاقي الزيت عام على الوش كده بتاعها، وبقت بالشكل اللي انت شايفاه كده. دول 3 كوبايات رز غسلتهم وصفيتهم كويس جدا، ونزلت عليهم بقى بكزبره وشبت وبقدونس ولما ومعلقه ملح كده. والحركه دي بتخلي الخلطه بتاعه الممبار بتاعتك او خلطه المحشي جميله جدا. بتدعكي الرز مع الخضره، وبعد كده بتنزلي بقى بالصلصه. نزلت بالصلصه بتاعتي كده اللي اتسبكت على الرز والخضرة، واقلبهم كده مع بعضهم. هبدأ احشي الممبار بتاعي، بمسك الصباع الممبار كده افتحه بصوابعي
وبالصبع التاني كده وادخل فيه الحشو بطريقة سهلة جدا. وبعد كده بضغط عليه كده وافرده علشان ما يفرقعش مني. اهم حاجة الاطراف بتاعته ما يبقاش فيها رز خالص، علشان اول ما بتنزليه في الحلة بتقفل على طول الاطراف دي، فما بيطلعش معاكي حاجة من الخلطة بتاعته في الشوربة اللي بتسلق فيه. بالشكل اللي انت شايفاه كده. اهم حاجة انك تمسكيه تضغطي عليه كده وتبطيه كويس علشان بس ما يفرقعش مني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا أتمنى منك متابعة القناة. خلاص كده بدأت اهوت كل الممبار بتاعي كده هخلصه بالشكل اللي انت شايفاه ده وارجع لكم تاني. خلصت كده الممبار بتاعي ده اللي عملت صوابع كلها قد بعضها ما شاء الله. وعندي هنا حله فيها ميه بتغلي، نزلت ببصل وبهارات صحيحه، بصله بيضه كده بهارات صحيحه، قرفه وفلفل وقرنفل وحبهان ولورا. وفي الحاله دي مش هتحطي ملح فيها علشان الممبار بتاعك ما يفرقعش. كده كده الممبار بتاعك فيه التوابل بتاعته والملح بتاعه مظبوط خلاص. ما تحطيش بقى في الشوربه او في الميه اللي انت هتسلقي فيها الممبار اي ملح خالص. هنا كده الممبار اول ما بينزل بيقفل اهوت زي ما انت شايفه وبيستوي كده، لا بيفرقع ولا بيطلع حاجه من الخلطه بتاعته. وده السر التاني في خلطه الممبار والتسويه بتاعته، انك ما تحطيش ملح في الشوربه او في الميه اللي هتسلقيه فيها. هنا كده غطيت عليه وسبته بقى لما يتسلق. هنا ما شاء الله الممبار بتاعي اتسلق. كان عندي كده ممبار من اللي هو الكبير شويه او العريض شويه، عملته كده وربطته بالفتل بيبقى شكله جميل جدا زي ما انت شايف. هنا كده زيت في الطاسه حطيت فيها معلقه سمنه، وهبدا كده احط الممبار بتاعي. بتبداي انت تهدي النار في الحاله ديت، اول الزيت ما بيسخن كده معاكي والسمنه بتسيح فيه بتهدي النار وبتحمري الممبار بتاعك بالراحه كده على نار هاديه عشان لا يتحرق منك ولا يبقى واحده كده واحده كده، بيبقى كله لون واحد وجميل زي ما شفتيه معايا في اول الفيديو. اول ما بياخد لون كده بتبداي تقلبيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، لونه جميل خالص. ابدا كده اطلعه، بتطلعي بقى على مناديل على شبكه عندك زي ما بتطلعي زي ما انت بتحبي تطلعي بيها. وببدا كده انزل بالطبقه الثانيه. ده الممبار اللي بقولك عليه اللي هو كان واسع شويه او عريض او تخين شويه، عملته بالشكل ده يبقى شكله جميل جدا والاولاد بيحبوه بالطريقه دي. انا كنت عايزه كده اقلبه واحمره زي ما هو واحده بس، ولكن هو اتقطع مني يعني مش مشكله بقى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. كده خلصنا الممبار بتاعنا، وبكده خلصت وصفتنا النهارده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين